وصفة للفطار أو العشاء سهلة جدا وطعمها زي البيتزا بالظبط. لو عندكم بيبروني، عندكم لانشون، عندكم بسطرمة، عندكم أي حاجة من الحاجات دي، بترصوها في الطاسة كده الأول على نار هادية، تبتدي تتحمر كده وتنزل الدهون بتاعتها. احنا هنسوي كل حاجة بالدهون بتاعتها، مش هنحط زيت ولا سمنة ولا حاجة. رشة من الجبنة الموتزاريلا، ومعايا هنا بيضتين، ممكن تحطوا بضاية، بيضتين، 3، الكمية اللي تحبوها. بضرب البيض كده واحطه فوقيها رشة من الفلفل الأسود، وبحط فوقيها واحدة من التورتيه أو التورتيلا أو عيش شامي أو عيش بلدي أو حتى رقاق أو أي حاجة من الحاجات دي. التورتيه طبعا افضل حاجه في الوصفه دي. اول ما تحسوا ان البيض مسك نفسه كده تقلبوها على الناحيه التانية، سيبوها تاخد لون بس كده شويه. حطيت في النص برده رشه من الجبنه الموتزاريلا، بقفلها بالشكل ده كده، بقت خلاص. تقدروا بقى ايه تقلبوها كمان قلبه كده، تدوها تحميره من هنا ومن هنا، تتحمر كده وتبقى فيها قرمشه خفيفه تجنن. هتحسوا ان انتوا بتاكلوا بيتزا. الحشوه جوه على فكره ممكن تتغير، ممكن تتنوع، ممكن نحط فيها حاجات كتيره، بس هي هتاخد طعم الدهون اللي هتنزل من الحاجه اللي هتحطوها، فتبقى طعمها حلو قوي. الوصفه دي ترند قوي اليومين دولت، جربوها وليه رايكم فيها.